الأصعب. لكن أيضا يوسف أيمن وكأنه كان على دراية بما يمكن أن يفعل. البطاقة الصفراء الثانية. شوف في دقيقة واحدة من قرار خاطئ من عمر السومة. هذه الكرة هذه أيضا انذار من دون أي تردد، وبالتالي قرار سليم حكم المباراة سلمان فلاحي. شوف تغيرت الأمور وتبدلت الأحوال، والعربي القريب جدا من التعادل في لحظة اتخذ عمر السومة قرار خاطئ استحق عليه البطاقة الصفراء، والآن مع هذا التدخل أيضا يستحق البطاقة الصفراء الثانية، وبالتالي يترك أرضية الميدان مطرودا. يونس علي الرجل الذي يعلم تماما بأن الشخص الذي كان بإمكانه أن يعيد الفريق بنسبة كبيرة يترك أرضية الميدان، وبالتالي حظوظ الفريق بالعودة بنتيجة التعادل أصبحت أصعب عما كانت عليه عند وجود عمر في أرضية الميدان. يترك أرضية الميدان عمر السومة بالبطاقة الحمراء أو البطاقة الصفراء الثانية، ويضطر النادي العربي إلى تكملة بقية أحداث هذا اللقاء منقوصا لخدمات لاعبه وهدافه عمر السومة. والإدحيل بات الآن الفريق الأقرب إلى نقاط المباراة الثلاث وإلى توسيع الفارق في الصدارة. الآن فارق 12.